ليش هذه الأشياء الأربعة النبي دائما كان يستعيذ بالله منها ويدعي أنها ما تكون في حياته، وكان يعلم أصحابه أن يقولونها لأنها وايد وايد مهمة. من أكثر الأدعية اللي كان يدعيها النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يقول: نعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بس شو معناه؟ وليش كان النبي يستعيذ منهم؟ الأشياء الأربعة هذه هي اللي تلخص حياتنا. فالإنسان يوم يدعي ويقول نعوذ بالله من جهد البلاء، يعني نعوذ بك يا الله من أي شيء فوق طاقتنا ما نقدر أن نستحمله، سواء كان مرض، ديون، شقاء في هذه الحياة. وهي اللي بتدخلنا في الدعوة الثانية واللي هي درك الشقاء، يعني أن التعاسة دائما تلحقني وإني ما أشوف السعادة، ودائما في قلق واكتئاب وخوف. وسوء القضاء، يعني أعوذ بك يا الله أني أختار أشياء بتعود علي بالضرر وما أقدر أستحمل تبعاتها، وأي شيء أنت تقضيه علي يكون لي خير فيه، ما يكون شر أبدا يا رب. والأخيرة واللي تلخصهم هي شماتة الأعداء. كثير من الناس قد يتربص عليك الخطأ والزلة، فأول ما تخطي بيقول لك ها أنت اللي سويت كذا وكذا وكذا. فكان دائما النبي يستعيذ من شماتة الأعداء لأنها هي اللي تجمع كل المساوئ اللي قلناها. فاحرص دائما أنك تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول الدعوة هذه، لأنها بتلخص لك جميع مفاتيح سعادة الحياة.